مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازاي صحتكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كنافه بالمانجا. كنافه يعني رمضان، لكن سبحان الله كنافه بالمانجا يعني صيف. ما تعرفيش ازاي كده؟ طبعا بتبقى حلوه كده، حاجه ساقعه كده وحاجه جميله. ان شاء الله هنعملها مع بعض بطريقه سهله جدا، مفيهاش اي مشكله. بصوا، اول حاجه هنعمل الشربات. انا حطيت كوبايه ونص سكر على 3/4 كوبايه ميه. تمام. لو انت عايزه الكنافه بتاعتك، انا طلعت مقرمشه، لو انت عايزه الكنافه بتاعتك طريه اعملي الشربات خفيف. الحاجه الوحيده اللي بتتحكم ان الكنافه ناشفه او طريه هي كميه الشربات. تمام. بصوا حبايبي، انا دلوقتي معايا كوبايه كريم شانتيه، ومعايا معلقتين لبن بودر. تمام. ومعايا معلقتين سكر بودر. خدت الكنافه دي والله الكنافه دي كانت عندي من رمضان على فكره. طلعتها من الفريزر، فرمتها كده بايدي، كانت سهله جدا. وحطيت عليها معلقتين السكر البودر. اولا هيسهل معاكي عمليه التحمير. طب انتي مش عايزه تحمير وبتزهقي وان انا عملت كنافه بقى، يعني قلت كنافه تبقى زي بتاعه المحلات. طب انتي عايزه حاجه تبقى سعراتها الحراريه قليله، اعملي صينيه الكنافه عادي واضغطيها، برضو تبقى مفرومه كده، وحطيها في الفرن. وبعدين يا ستي ولعي عليها الشوايه دي اول خطوه اللي هي بدل التحمير. واعملي بقى الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض بعد كده. انا حمرت الكنافه، هفضل احمر في الكميه كلها لحد ما الكميه تخلص. تمام. آه، اوعي تنسي الاشتراك وتفعيل الجرس عشان تبقي اختي من اخواتي، عشان انتوا دايما بتنسوا، ها؟ انا قلت افكرك. بعد كده حبايبي انا هحمر الكميه التانية كلها. وبعد كده لما انا هحمر الكميه، طبعا الكميه الاولانيه بردت، فهنزل عليهم هما الاتنين بحيث ان هما يسخنوا، علشان انا عملت اول حاجه خطوه الشربات وسبت الشربات يبرد. تمام. بس انا زي ما فهمتك، لو انتي ما بتحبيش الحاجه فيها نسبه سمنه كتير اعمليها عادي، وحطيها في الفرن وزقيها بالشربات بتاعك، وبعد كده حطي عليها التوبنج اللي احنا هنحطه. بصوا، حتى لاحظتوا انا نزلت بالكميه اللي انا حمرتها على الكميه التانية. تمام. والله العظيم 3 من الحاجات الحلوة قوي كمان لو جالك ضيف وانت عملتيه صينية الكنافة بالمانجا. ودايما كده خلي عندك في الفريزر على فكرة مثلا حاجة زي كنافة، اسهل على فكرة من البسبوسة. حد اتصل بيكي وقال لك انا جاي اقعد معاكي شوية واخد معاكي الشاي، اعملي حاجة زي كده، وده فترة اوان المانجا زي ما بيقولوا. نزلت بكل الكمية على بعض لحد ما سخنت، وبعد كده نزلت عليها بكمية الشربات اللي انا قلت لكم عليها. لو انتي بتحبي الحاجه ما يبقاش نسبه حلاها عاليه، ما تخليش الكريم شانتيه بتاعك يبقى فيه سكر. تمام. هاتيه عادي بخالص، هاتيه خام من غير سكر. وانتي حطي عليه نسبه اللبن، لقيتيه محتاج حطي معلقه سكر بودر لو عندك. تمام يا حبايبي. انا بصوا هنا حمرت، احطها في سرفيز، سوري، هحطها في صينيه بايركس. بيبقى شكلها حلو كده، الولاد بيفرحوا بيها وهي شكلها شكل طبقات. انا اللي اصلا اللي بفرح بيها. بصوا حبايبي، حطها وضغطتها جامد قوي. وهنزل عليها بعد كده باللي هو الكريم شانتيه. الكريم شانتيه اللي احنا هنعمله مع بعض كوبايه كريم شانتيه على 3/4. ممكن تحطي لبن، سوري، ميه مثلجه. الافضل بقى تبقى حاجه غنيه. انا حطيت عن نفسي لبن. اللبن ده كنت حاطاه شويه من قبلها في الفريزر، ونزلت عليه بمعلقتين لبن بودر. بيخلي طعم الكريمه شويه قريبه للباني على فكره، ها؟ لو عندك وش لبن كمان حطيها، هيحطها برضو، هيوديها في حتة تانية خالص. بس هتقلبظي، يلا مش مشكلة، ما جاتش من وجبة، خلي بنتنا تقلبظ. انا ضربت في الخلاط على اساس اوريكي ان الكريم شانتيه مش محتاج شرط ان انت يكون عندك مضرب. بصوا هخلوه بالشكل ده. نفترض طلع خفيف، حطي معلقة شاي كريم شانتيه واضربيه تاني. تمام. يعني انت عادلي مع نفسك، خفيف هتحطي، تقيل هتزودي حبة لبن مثلجين وتضربيهم تاني. تمام يا حبايبي. بصوا نزلت عليهم على صينيه الكنافه. وهحط بقى التوبنج بتاعنا اللي هو المربى، سوري، مربى ايه بس؟ مربى ايه يا مربى؟ هنحط التوبنج اللي هو المانجا المتقطعه. دي كانت مانجا عندي في الفريزر، بس انا كان عندي فريش وكان عندي في الفريزر، بس انا ما كانتش الكميه كبيره، فحطيتهم الاتنين مع بعض بقوا اخوات وعطوا طعم يجنن. تمام. اتمنى ان انتي تجربيها وان شاء الله هتعجبك، وانتي استاذه فيها يعني. مفيش حد فينا ما بيعرفش يعمل كنافه بالمانجا. لو انتي ما عندكيش كريم شانتيه وعندك كاستر، استبدلي الكريم شانتيه بالكاستر، هيبقى حلو برضو، هيبقى طعمه حلو جدا مع المانجا. انا عن نفسي من عشاق الكاستر، بس انا لو عملتها بالكاستر ولادي مش هياكلوها.
انا الوحيده اللي في البيت اللي بحب الكاستر. يرضيكوا كده يا جماعه؟ اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم، وان شاء الله باذن الله اشوفك في فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصبحوا على خير يا حبايب قلبي.